السلام عليكم. كلنا كنعرفوا المغني المغربي سعد المجرد اللي تشهر باغنية اللي واقيلا ضربات المليار. القناة تاعو على اليوتيوب فات 10 المليون متابع ومتابعة، وداكشي اللي خلاه اول مغربي يفوز بالدرع الالماسي ديال اليوتيوب. ولكن بالرغم من الشهرة والفلوس اللي عنده الا انه صاحبته مجموعة ديال التهم واكثرها في الاغتصاب، واشهرها هي قضية الاغتصاب اللي طرات ليه 2016 مع واحد البنت فرنسية سميتها لارا، اللي بقات متابعة من داك الوقت حتى لدابا. ولكن اليوم كانت اخر جلسة بيناتهم اللي تحكم فيها سعد المجرد ب6 سنين وعدم دخول فرنسا لمدة 5 سنوات، بعد ما تبين بلي راه سعد المجرد بصح نيت مذنب وارتكب جريمة الاغتصاب في حق البنت لارا. وبغيت انا نعرف عمل هاد سعد المجرد خانز فلوس يمشي يتزوج 4 العيالات ويهني راسو. نايس. وفي هاد الجلسة الأخيرة بين سعد المجرد وعشيرته لارا صرحوا بجوج وقالوا أنهم تلاقاو في ملهى ليلي 5 النجوم في العاصمة الفرنسية باري، ودار بيناتهم واحد الحوار بعد ما كلاو الكوكايين وسكرو مزيان. من بعد انتقلوا للغرفة تاع سعد المجرد اللي كان شاد في الأوتيل واللي وقعت فيها الواقعة. ولكن البنت الغرا كتقول بلي بزز عليها وعنفها باش يمارس معاها الجنس، وهذا الشيء اللي نكرو سعد المجرد وقال بلي راه مشات معاه بخاطرها ومارست معاه بالإرادة ديالها. ولكن السي سعد ما عرف منين تسلط عليه واحد موظف استقبال ديال اللوتيل اللي وقعت فيه الواقعة، وصرح بانه شاف البنت لارا خارجه هربانه من سعد المجرد وكتبكي. وصرح ايضا وقال بلي شاف سعد المجرد شاد البنت لارا وجرها بزز منها قبل ما يدخلوا للغرفه، ومسخوطه سعد المجرد ديرها قد راسو وزيدها بالجبهه. المهم حنا ما عرفناش شنو طرا في ديك الليله والله اعلم، ولكن الحكم الاخير كيبقى للمحكمه واللي سمكات سعد المجرد ب6 سنين نافذه. المهم الله يطلق سراحه. قبل ما تمشي ما تنساش تخلي معاك واحد اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل داك زر الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.